السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحتكم لاباس؟ كنتمنى تكونوا بخير وفي افضل الاحوال. اموركم هانيه. كنتمنى تكونوا بديتوا القرايه والدراسه بشكل جيد وجدتوا نقاط زوينين. عرفت راسي غبرت عليكم شي شهرين هادي، عارفه راسي غبرت بزاف، ولكن ان شاء الله غادي نعوضوها. وتا انا غير القرايه اللي حبستي باش ما نبقاش نصور لكم فيديوهات. ما علينا، ما بغيتش نطول لكم بزاف. خاصنا نبداو في القصه ديال اليوم. ما طولت عليكم بزاف، لكن كنتو مستعدين؟ يلا نبداو. الموضوع ديال اليوم نهضروا فيه على واحد النعمه اللي بزاف ديال الناس ما عارفينش قيمتها، صداقه. ولكن ماشي اي صداقه، الصداقه الصالحه. فالمرء على دين خليله، فلينظر احدكم من يخالل. لهذا اصدقائي جيت نذكركم بالاهميه ديال الصداقه الصالحه. فاما يكون عندك واحد الصديق اللي غيديك للطريق المستقيم، ولا واحد الصديق اللي غيديك لواحد الطريق هاويه. الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين، كما قال الله تعالى. تاملوا هذا المعنى العميق. كل صداقه لم تكن على محبه الله او طاعه الله فانها ستتحول الى عداوه، إلا الصداقة الصالحة أو لا الصداقة اللي تدرس على طاعة الله ومحبة الله والتقوى. وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصاحب بالصاحب فقال: مثل جليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. إما جليس صالح يعطيك من الطيب ديالو، ولا جليس السوء اللي غادي يحرقك. والصديق الصالح هو المراية ديالك، يما ينورك ويزيد التقوى في وجهك ولا يطفيك. وكون متاكد داك الصديق اللي ديما كدوز مع المعاصي، ولا درتي هكا شي حاجه مزيانه يقول لك وقتاش وليتي مسلم، عارف ان هذاك هو الصديق ديال السوء. كيمنعك من تقوى الله، كيمنعك من محبه الله، كيمنعك من بزاف ديال الحوايج. تبقى مغرق كاين في المعاصي، غادي غارق غارق غارق، ما غتجي باش تفيق حتى يكون فات الاوان. تبقى تستهزأ بالذنب وتقول ما فيها والو، عادي، شي حاجه عاديه. اما الصاحب الصالح هو العكس تماما، هو اللي غيجي عندك وينصحك ويزيد يقول لك مثلا انت ما كتصليش، يجي عندك يقول لك صلي، وغيقنعك بايات قرانيه واحاديث. غيشوفك حزين ما غيجيش يقول لك شي هضره هكا تقلقك موراها تمشيو ديروا المعاصي عاوتاني، لا، غيجي عندك ويقول لك قرب من الله، راه ربي هو اللي يفرجها لك. فإذا كان عندكم مبدأ واقفين عليه، ما تجيبوش لكم شي ناس في حياتكم اللي غادي يدمروا عليكم، حيت ماشي كاع الناس باغيه لك الخير، وماشي كاع الناس باغيين يشوفوك الفوق. احسنوا اختيار صحبتكم، ودوروا راسكم غير بالناس اللي فيهم طاقه ايجابيه، ماشي عاوتاني غير الطاقه السلبيه. حاول التعاشر مع شي شخص اللي ما كيعطيش غير الطاقه السلبيه، ديما كيشكي وكيبكي. حاول مثلا كيعاود ليك انه ناض في الفجر وصلى وهالي دار قرا ورد من القران باش كتحاول تقلدو، وهكا غتكون درتي عمل صالح. يقول الله سبحانه وتعالى: يا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. تخيل معايا دابا في يوم القيامه صاحبك اللي كنتي كتمشي معاه ديما المسجد عيط عليك ويقول لك يلا نمشيو للجنه. الله على شعور. نختموها بواحد السؤال ليك نتايا، داك الصديق اللي جا في بالك دابا اللي ما كتفارقش نتا وياه، واش قادر انه يقول قدام الله سبحانه وتعالى، يقول ليه عافاك ربي ما تبعدوش عليا؟ الا كان الجواب فعرف انك فزتي بنعمه عظيمه جدا، واذا كان جاوب لا فحاول تراجع لائحة الناس اللي دايرين بيك، وتعرفوا شنو تسبقوا وشنو تأخروا. صاحب ساحب، إما الجنة وإما النار. هنا تكون صلاة الحلقة ديال اليوم. أنا عارفة واقيلا قصرت عليكم شوية، ولكن باقي عندنا امتحانات، راه باقي مسالينهم. ما تنسوش انكم تخليو لي تحت في التعليقات شنو هي الموضوع اللي بغيتو نهضر عليه المره الجايه. دمتم في رعايه الله وحفظه، الى اللقاء.